أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وطبق خليجي مميز من مطبخ منال العالم ومطبخ سيدتي. وصفتنا اليوم هي طبق إماراتي مشهور جدا، الكل بيحبه وأصبح منتشر كتير. مكبوس. المكبوس دائما بنلاقيه في معظم بلاد الخليج، ولكن في الإمارات لهم طريقة شوي مختلفة. حنبتدي بتسخين زيت أو إذا حبيتوا سمن على حسب رغبتكم، وحبتدي أضيف بعض البهارات الصحيحة، ورق الغار، الهيل، عود القرفة، وعنا اللومي الصحيح. وحستنى لثواني بسيطة لغاية ما البهارات هذه هيك تتحمص شوية، مش كتير، خلوا بالكم لأنه لسه الخطوات هذه حتاخد خطوة ورا خطوة ورا خطوة. هلأ حبتدي أعزائي أضيف الدجاج. أنا عندي هون دجاج مقطعاها إلى 8 قطع منزوعة الجلد، إذا بتحبوا تخلوه ما في مشكلة، ولكن إحنا شايلين الجلد. حبتدي أضيف الدجاج وحغطي عليه. حستنى لبضع دقائق لغاية ما الدجاج بس هيك ياخد لون ذهبي خفيف وحس إنه ميته نشفت. الدجاج هيك عم ياخد نكهة البهارات الصحيحة، وهي الخطوة كتير كتير مهمة عشان أنا ما بدي إياه يكون مسلوق. لو حطيته زي ما هو وبديت أحط بقية المكونات وأحط المي حيصير كأنه مسلوق، ما حيبقى له الطعم المميز. غطيت عليه عشان فعلا مع البخار هلأ بياخد وقته، وحنشوف شكله. حنشوف هلأ شكل الدجاج أخذ لون ذهبي لطيف، وهذا اللي إحنا عايزينه. أوكي، هلأ الخطوة التالية حضيف البصل. ما شاء الله شوفوا شكله، كمية من البصل، وحضيف ثوم، قرون الفلفل الأخضر، وحبتدي أضيف كمية البهارات اللي أنا مجهزاها. وبرضو أعزائي هلأ حقلب كل هالمكونات مع بعض لغاية ما تاخد برضو هيك تحميصة حلوة. حبتدي أعزائي هلأ أضيف معجون الطماطم والطماطم المفرومة. حضيف كمية من الكزبرة والبقدونس. هذا طبعا حتلاقوه اختفى بعد هيك، بس يستوي حتختفي تماما. في ناس بحبوا يحطوا راس من التومة على حسب رغبتكم، بنسقطه زي ما هو بهذا الشكل. وهالمكونات هيك بقلبها. البقدونس والكزبرة اللي ضفتها هلا حتختفي تماما، ما حتبين معانا. وحضيف أعزائي بطاطس مقطعة إلى مكعبات، ممكن تخلوها وممكن تستغنوا عنها، في ناس بحبوا يحطوا البطاطس. وكل هالمكونات حغمرها بالمي، وغطي وسيبه حوالي نص ساعة أو 3/4 الساعة لغاية ما أتأكد إنه الدجاج عندي استوى على الآخر. ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي بعد ما استوى عندي الدجاج والبطاطس، طبعا بخلي كل هالمرق هاي ياخد غلوة قوية على نار قوية كتير. وفي عنا هلأ اختيارين، في ناس بحبوا يشيلوا الدجاج ويحطوه بالفرن هيك لحاله أو على جنب، وفي ناس بحبوا يعملوه مكبوس. مكبوس يعني كله مع بعضه. فإحنا حنعمل بالطريقة الشعبية التقليدية. عندي هون الرز البسمتي مغسول منقوع، وعلى طول حضيفه فوق كل هذا الخليط. حخليه يغلي نار قوية، أحركه هلأ بهدوء شوي، أتأكد إنه الرز تخلل في داخل كل هالمكونات. حنتظر لثواني بسيطة برضو ياخد غلوة قوية. وفي عنا هلأ إضافة برضو زي ما بخبركم، في ناس بيحبوا يحطوها وفي ناس ما بيحبوا، اللي هي حوالي معلقتين كبار من السمن بتنحط على وش الرز على حسب رغبتكم.
نتأكد تماما. شايفين كيف عم يغلي؟ ما أوطي النار هلأ أبدا لغاية ما أحس إنه بدت المي تقل عندي شوي. حضيف السمن، حغطي، حسيبه لمدة 3-4 دقايق برضو على نار قوية كتير، أقوى إشي عندكم. بعد هيك أوطي خالص وأسيبه على الأقل شي ثلث ساعة لنص ساعة على نار هادية تماما لغاية ما يستوي. وممكن بعد هيك نشوف طريقة التقديم. يفضل دائما نقدمه مع كمية من المكسرات. أتمنى أعزائي المشاهدين هالوصفة تكون عجبتكم وتفتح نفسكم وتحبوا تجربوها.